معظم الخناقات اللي بتبدأ بين الراجل والست سببها بسيط جدا، ان كل واحد فيهم عنده مقياس مختلف للحب. على سبيل المثال، مقياس الحب عند الست هو التواجد، انها تحس بحبك ليها وانك دايما مشاركها وقتها واهتماماتها. لكن الراجل بيقيس الحب بالتصرفات وبيدور على الافعال اللي تثبت الحب ده. البنت بتفضل عايشة جوه مشاعرها وقلبها هو اللي بيحركها، انما الراجل بيحكم عقله اكتر، بيتعامل بالمنطق مش بالعاطفة. البنت بتبدأ العطاء لما قلبها يتعلق بالشخص اللي معاها، لكن الراجل ما بيبدأش العطاء ده الا لما بيتاكد ان اللي معاه تستحق العطاء. البنت بتحب الكلام الحلو يتكرر معاها كتير، الراجل بيشوف ان ده شيء ممل وما ينفعش اعيد وازيد في نفس الكلام. البنت اكتر حاجه بتخوفها هو تغيير الشخص ده او ان العلاقه نفسها تتغير، لكن الراجل دايما بيبقى خايف من الروتين ومن الملل وان هم يفضلوا في نفس الوضع ونفس الشكل مده كبيره. البنت لما بتتجرح او بتزعل من حاجه بترتاح بالفضفضه، تروح لشات جي بي تي كده وتقعد تتكلم معاه، تروح لصاحبتها المقربه. الراجل لما بينجرح بيتعافى بالصمت، انه ياخد جنب كده ويسكت لحد ما يحس انه بقى كويس وانه قادر يكمل في العلاقه. البنت عندها قدره جباره انها تفهم اللي بين السطور، اي كلام مخفي او اشارات مش مفهومه البنت ممكن تفهمها عادي. الراجل مش بيفهم الكلام غير زي ما هو بشكله الواضح بدون زيادات او تلميحات مش مفهومه. فعشان كده اي علاقه بتبدا لازم يبقى في وعي من الطرفين لطريقه حب كل طرف منهم، عشان يقدروا لو اتحطوا في خلافات كل واحد فيهم يبقى فاهم التاني بيفكر ازاي. وان قدرنا نعمل ده باذن الله اي خلافات هنعدي بيها هنقدر نحلها. في النهايه ما تنسوش لايك للفيديو ده ودوس علامه الشير وتابعني، هنزل لك كل يوم فيديو عن العلاقات.